موسم 2025 هو اكثر موسم اهين فيه ريال مدريد في تاريخه من برشلونة. في موسم 2025 لعب كلاسيكو الارض بين برشلونة وريال مدريد 5 مرات، والصدمة جميع المباريات الخمسة فاز فيها برشلونة. في المباراة الودية فاز فيها برشلونة، وفي مباراة الدوري في ارض ريال مدريد فاز برشلونة بالاربعة، وفي المباراة الثالثة نهائي كاس السوبر فاز برشلونة على ريال مدريد بالخمسة وحقق كاس السوبر امامه، وفي المباراة الرابعة نهائي كاس الملك فاز برشلونة على ريال مدريد وحقق كاس الملك امامه، وفي المباراة الخامسة حصلت الإهانة الكبرى. في الشوط الأول من مباراة الإياب في الدوري في ملعب برشلونة كيليان امبابي سجل هدفين، هدف الدقيقة 5 وهدف الدقيقة 14. يعني ريال مدريد متقدم 2-0 على برشلونة في أرضه. والصدمة الكبرى برشلونة سوى ريمونتادا على ريال مدريد في الشوط الأول من 2-0 إلى 4-2. اي والله هذا اللي صار. غارسيا سجل هدف تقليص الفارق، ولامين يامال سجل هدف التعادل، ورافينيا سجل هدف الثالث، ونفسه رافينيا عقدة ريال مدريد هو من سجل هدف الرابع وهدف الفوز. والشيء المحزن في المباراة انه امبابي سجل هدف تقليص الفارق والهدف الثالث ريال مدريد. وهذا معناه ايش؟ معناه انه امبابي سجل هاتريك في المباراة بدون ما يفوز المباراة. وتعرف وين الإهانة بعد نهاية المباراة؟ الإهانة انه برشلونة شبه حسم الدوري بعد ما فاز على ريال مدريد. والإهانة انه ريال مدريد لأول مرة في تاريخه يستقبل 16 هدف من نفس الفريق في موسم واحد. ومين الفريق؟ الند التاريخي برشلونة. والإهانة انه لثاني مرة في التاريخ برشلونة يفوز على ريال مدريد 4 مرات في موسم واحد، وريال مدريد في تاريخه لم يتمكن من فعل ذلك ضد برشلونة. حرفيا موسم 2025 هو كابوس المدريدي في الكلاسيكو.